شئت أم أبيت، التستوستيرون هو أقوى وأفضل حافز ليك ولكل الرجالة. فيديو النهاردة هناقش نقطة مهمة قوي تهم كل الشباب، وهي ليه الأجيال القديمة التستوستيرون عندهم كان أعلى مننا؟ ليه الأجيال القديمة أسلوب حياتهم أحسن، كان أمراضهم أقل، كانسر أقل، نشاط أعلى، مع إن أجسامهم ما كانش شكلها حلو زي دلوقتي، ما كانش فيه العقاقير الطبية اللي موجودة زي دلوقتي. فيديو جدك ما كانش بيفضل ياخد بقى في مكملات ليل نهار، وكان 24 ساعة مقضيها سكرولينج على التيك توك أو على انستجرام أو اليوتيوب. هنناقش إزاي نقدر نزود التستوستيرون عندنا بشكل طبيعي كرجال. للناس محبين المنشطات والانابوليك ستيرويدز او الهرمونات برضو، يعني ازاي توخوا الحذر بحيث يستفيدوا اعلى استفادة، وفي نفس الوقت يتجنبوا كل الاضرار الجانبيه اللي ممكن ياخدوها لما ياخدوا تستوستيرون خارجي. ازيكم؟ انا دكتور عطيه، ودي قناه عطيه فيت لايف. ناس كتير هتقول لي طب يا دكتور عطيه، انت الجينات بتاعت الناس زمان كانت احسن مننا دلوقتي. هقول لك لا، هي الجينات كده كده بتتورث، وكده كده بتبقى مهجنه، يعني كل واحد فينا نتيجه تهجين جينات ابوه وامه. حلو الكلام، متفقين. هل الجينات يعني مثلا بتفضل تسوأ جيل عن جيل، يعني كل جيل بيخلف جيل أسوأ منه في الجينات؟ الكلام ده مش مظبوط، لأن أنت لو جيت تبص على أهالي أو الآباء بتوع مثلا كريستيانو رونالدو، ميسي، محمد صلاح، روني كولمان، بودي بيلدينج مثلا، ناس الفلتة في العالم واللي حققوا حاجات ما حدش غيرهم قدر يحققها، سواء على المستوى الرياضي أو فني أو تمثيل أو أي حاجة. أهاليهم كانت جيناتهم ما كانتش أحسن حاجة، وكانوا عايشين عادي، يعني لايف ستايل، مش مهتمين اصلا بحاجه، عايشين وظيفه عاديه ومتجوزين وخلفوا عيالهم. ابو محمد صلاح اكبر انجاز في حياته ان هو خلف محمد صلاح. يعني فاهمين قصدي؟ الموضوع ملوش علاقه بالجينات، بس عشان ننهي النقطه دي، الموضوع له علاقه اكتر طريقه الحياه واللايف ستايل. دايما لما بنتكلم او لما بقول كلمه لايف ستايل، الناس بتفكر لايف ستايل ده يعني لامبورجيني وفيلا على البحر. اللايف ستايل مش كده. لايف ستايل يعني اسلوب حياه، انت عايش حياتك ازاي؟ حياتك عشوائيه، ولا انت من اول ما بتصحى من النوم لحد ما بتنام اللي بيجي في بالك بتعمله؟ عايز تمسك موبايل تمسك موبايل تقعد تقلب فيه، عايز تنزل تاكل بره تاكل بره، يعني عايز تفلسع من الشغل وما تشتغلش، او بتشتغل موظف ومن الاخر بتخلص بدري بدري تمشي قبل الدوام بتاعك عشان عايز تروح تقعد تتفرج على التلفزيون او تتفرج على اليوتيوب او تتفرج على حاجات مش قد كده، يعني كلنا عارفين هي ايه. في نقطة يعني حبيت ان انا اوضحها لكم. اول عامل بيفرق عننا عن الاجيال القديمة في قصة التستوستيرون دي يا جماعة، اكل. الاكل زمان كان بلدي، طبيعي، طازة. فكرة بقى الهيدروجينيتد فاتس، الدهون المهدرجة وزيت النخيل والدهون المشبعة والساتوريتد فاتس والانساتوريتد فاتس، الجو بقى ماكدونالدز ورانش وبيستاشيو، مش الكلام ده ما كانش موجود زمان. زمان في فراخ، في بيض، في سمنة بلدي، في فطير، في جبنة حادقة، في لحوم، سواء بقى لحم ماعز، جمال، البقر، الحاجات دي كلها. لكن دلوقتي بقى في لبن لاكتوز فري، دلوقتي بقى في واي بروتين، دلوقتي بقينا في بيج ماك، في كوكاكولا، في مش عارف بيتزا رانش كرانشي ستافد مش عارف ايه، في فرايد تشيكن، في الكلام ده بس من 50 سنة ايام جدي وجدك ما كانش موجود. فطبيعي الخرا والزيت وكل القرف اللي انت بتدخله جوه جسمك زمان ما كانش بيدخل جوه جسم. فتلاقي حتى الراجل عنده يعني 70 سنة 60 سنة وشعره تقيل وبيخلف، بيتجوز. يعني بتسمع مثلا ابوك او جدك يقول لك ده كان مخلف 12 عيل 15 عيل. انا جد انا مخلف 12 عيل، ابويا رقم 10 من الاطفال. يعني غير كده الست كمان اللي قادره تحمل 12 مره 15 مره ورا بعض يعني. واصلا بتبقى الخلفه ورا الخلفه، يعني ست بتحمل تخلف شهرين ثلاثة، تحمل تخلف. الخصوبة كانت عالية، القوة كانت عالية، التستيرون كان عالي. تيجي تبص دلوقتي تلاقي معظم الشباب او معظم الناس ضعف جنسي، سرعة قذف، خايفين اصلا يتكلموا مع البنات بثقه، ودايما عينيهم مكسوره كده وباصين في الارض. الرجاله كلها كده شكلها مخري، وتلاقي ان تتكلم مع حد تقول له انزل الجيم او اهتم بصحتك او بطل سجاير او بطل فيب، يقول لك خليك في نفسك احسن. انا حر، انا مالكش دعوه، هات لي الايه في القران اللي بتحرم الفيب، هات لي مش عارف ايه. يعني بص بقى، انا بشوف يا جماعه حاجات تجيب تخلف عقلي الصراحه يعني. طب انت يا حيوان، هل انت عاجبك شكلك وانت البنطلون ساقط منك ورجليك رفيعه؟ عاجبك شكلك وانت لابس الحاجه شكلها يعني مش مظبوط عليك؟ هل انت عاجبك انك بتصحى كل يوم تقعد تكح شبه الناس اللي عندها السل ولا اللي عندها ربو؟ ربنا يشفي كل مريض يعني، بس انت ربنا خلقك سليم، انت ليه بتمرض نفسك بنفسك؟ يعني انا عايز افهم.
كلامي هنا لكل شاب ولكل بنت مستهترين جدا جدا بصحتهم، وباصين ان واخدانا كده حاجه فور جرانتد، اللي هو انا عادي، انا لو عملت ايه جسمي كده كده هيعدي الخرا ده، مش هياخد باله. لا يا حبيب قلبي، انت هتلاقي بقى ضعف جنسي، هتلاقي حبوب حب شباب، هتلاقي سمنه، هتلاقي نحافه زياده عن اللزوم، هتلاقي بقى امراض كلى وكبد وامراض في المعده وجرثومه معده. الناس يا جماعه كانت بتاكل زمان الحاجه من على الشجره كده حاف، ما كانتش بتغسلها ولا بتعقمها ولا بتحط عليها اسمده ولا. فاللي بيحصل بصراحه يعني في قصه التغذيه دي مهزله. يعني بالنسبه للي بيحصل حاليا في 2025، احنا بناكل قمامه، مش بناكل اكل نظيف بتاع بني ادمين. فزمان الناس كانت عندها مزارع، عايشين حياه طبيعيه، مش كل حاجه كده في قوالب واسمنت. انت بتمشي في الشارع، شارع اسمنت، حواليك عماير. لو انت في دوله من دول جميله، دول الخليج او الحاجات دي، هتلاقي ناطحات سحاب، هتلاقي تكنولوجيا، هتلاقي تك. دايما حواليك انت محاط مكعبات كده، يعني كولومز او زي عواميد كده فوق بعض، انت محطوط جوه بوكس مش عارف تخرج منه. انما زمان انت كان عندك الناس عايشه في المزرعه بتاعتها، يعني في الكوخ بتاعها، متجوز، مخلف قرطة عيال، 5 6 10 عيال، كل واحد فيهم اللي بيطلع دكتور واللي بيطلع مهندس واللي بيطلع ضابط واللي بيشتغل معاه في الارض يعني الراجل بيموت بيبقى عنده 11 12 وريث. فلو في واحد طلع فاسد، احتماليه كبيره جدا جدا ان يطلع مثلا 10 عيال تانيين صالحين. يعني فاهمين الفكره؟ دلوقتي مثلا فكره تحديد النسل، ان انت بتخلف عيل او اتنين، واحد عمل حادثه مثلا او مات او حصل له اي حاجه، ما عندكش غير عيل وحيد، والعيل ده غالبا انت اصلا مش هتكون اهتميت بانك تربيه. تاني حاجه يا جماعه بتقلل من التستوستيرون عند الشباب دلوقتي عن الاجيال القديمه، هي فكره المودرن لايف ستايل. انت اللايف ستايل بتاعنا في 25 بيحفزك على بنسميه سيدنتري لايف ستايل. انت قاعد في الكافيه، قاعد في المطعم، قاعد في المكتب، قاعد في الشغل، في القهوه، في البلاي ستيشن، انت دايما قاعد ما بتتحركش، كل حته بالعربيه، كل حته بالمترو. فانت اصلا ما عادش بتمشي، انت ما عادش بتتحرك، انت رجليك لما بتطلع سلم ده اختراع له اسانسير، انت ما عادش قادر تطلع السلم. فانت لو بني ادم عندك بعض من الفطنه هتفهم ان الجسم بيشتغل بميكانيزم يوز ات اور لوز ات. يعني يا تستخدم الحاجه اللي معاك، يا اما هي هتضيع منك. عضلاتك لو ما مرنتهاش هتخسر، مفاصلك لو ما اتحركتش هيجيلك فيها خشونه، ظهرك لو مش مستقيم ومش مفروض هيجيلك اتب. فالقاعده دي بتسير على كل عضو من اعضاء الجسم. لك حتى ناس مثلا بتاخد ستيرويدز او تستوستيرون من بره حقن، الخصيتين بتعمل شات داون. شات داون يعني بتقفل على انتاج التستوستيرون. بس قفل يا عم، مش تنتج تستوستيرون. الراجل ده بيدينا حقن من بره، اللي انا هنتجه في اسبوع هو بيدوني في اليوم. طب انا اتعب نفسي ليه واقعد اعمل بيولوجيكال بروسيس وابذل مجهود واضخ دم وغذاء واتعب معايا القلب والمخ واشارات عصبيه؟ طب وعلى ايه يا عم كل ده؟ كده كده الراجل هيديني تشيك، الحقنه خلصت، هيديني المخزون اللي انا محتاجه لمده شهر، هيدوني في يوم. الناس بتاخد جرعات بال 500 مللي جرام، بال 250 مللي جرام في اليوم. يعني لعيبه كمال الاجسام خاصه عارفين انا بتكلم في ايه. اشربوا قهوه يا جماعه، قهوه بتعلي التستوستيرون. بهزر طبعا، هي بتعلي الحرق يعني. بصوا يا جماعه، المودرن لايف ستايل يا جماعه بيشجع على السمنه، بيشجع على الامراض، بيشجع على كل الحاجات اللي ضد مصلحه الراجل. من الاخر يعني كل حاجه بتقول لك في عصرنا الحالي انا هعلي لك الاستروجين وهقلل لك التستوستيرون. ناس كانت تمشي مسافات طويله على رجلها، البيئه كانت مساعده انك تمشي اكتر، كان في ثقافه المشي والعجل والجري الصبح، والشغل الساعة 6 الصبح و5 الصبح، واطلع اشتغل في الارض وازرع. والعمال مثلا بتوع الصناعة وكده كانوا يطلعوا يروحوا على المصنع، يروحوا مشي ويرجعوا مشي. كانت الحياة كانت متعبة ولكن ساتسفاينج، انت حاسس من جواك انت كده كراجل انك ليك لازمة، انت اتحركت، انت بذلت مجهود. مستحيل كنت تلاقي حد زمان، طبعا كان في كرش وكان في كل حاجة، لما كانش في نفس المعلومات ونفس الانفتاح ونفس الساينس اللي موجود دلوقتي بتاع فكرة بقى الجسم والتمارين والاهتمام بالنفس والكلام من ده، كان موجود في الدول العالم الاول مثلا، فعشان كده كانوا يعني متقدمين عننا دايما. لكن مؤخرا بقى الثقافة دي بدأت تيجي الشرق الاوسط وفي مصر، بقى موضوع ان انت تروح الجيم بقى حاجة اساسية، ودي حاجة كويسة. حتى لو ناس واخدها عشان المظهر الخارجي بس، برضو شيء كويس ومحمود يعني. لكن تبص دلوقتي تلاقي ان كل حاجة بتشجع ان الاستروجين عندك يعلى. طب انت استروجينك لما هيعلى هتلاقي ملامح الذكورة بدأت تقل عند الرجالة، ودي مشكلة ناس كتير وشباب كتير جدا بتشتكي لي منها.
لما بتيجي تاخد لي مثلا معايا استشاره او تتابع معايا، تقول لي والله يا دكتور انا مش حاسس ان انا في كده ريج، مفيش طاقه، مفيش عصبيه، مش حاسس كده ان انا الراجل اللي انا كنت عليه من 15 سنين مثلا. انا كنت بصحى من النوم الاقي المصلحه خلاص هتفرتك البنطلون، انتصاب كان قوي. كان يقول لي مثلا كنت بلاحظ بنزل الجيم اقعد اكل في الحديد واخرج نشيط، مش اخرج تعبان ونايم ومش قادر. كنت بحس ان انا ليا لازمه، حاسس ان موتيفيتد، حاسس في طاقه كده ما بتنتهيش. ده فيدباك انا باخده مشهور قوي، وده يعني يدل على ان انت بيبقى جسمك سليم وشغال بكفاءة طبعا، زيك زي بني ادم بتاع الاجيال اللي فاتت او الراجل بتاع الاجيال اللي فاتت. في انت من اول ما بتصحى بتفضل تمسك الموبايل تقعد تفر فيه، تدخل عقلك معلومات ملهاش لازمة، من سواء عن الدين، عن السياسة، عن مين مش عارف فين في دولة تانية حصل له حاجة، ومين في السفارة اللي مش عارف ايه حصل له ايه، وفي خناقة في الشارع اللي جنبك. كل حاجة بقت بتتصور وبقت بتنزل اونلاين. فانت مالك انت بالكلام ده؟ يعني انت حياتك انت كشخص، هل ده زود فلوسك؟ هل ده خلى جسمك احسن؟ هل ده فرق في حياة اسرتك؟ هل ده خلى ابنك يجيب درجات اعلى في الامتحان؟ لا. اذا انت عبيط، انت بتضيع وقتك ومجهودك وطاقتك في حاجات اصلا ما تفيدكش. فانت بتصحى تلاقي نفسك دماغك مصدعه، تولع لك طبعا السيجارتين وبعد كده تشرب شوب قهوه عشان تفوق، او لو انت اصلا مش من كيفه القهوه تصحى بقى تروح على الشغل على طول. طبعا بتقعد ساعتين ثلاثه على ما تعرف تركز، وتجيب بقى سندوتشات بقى الفطار بقى طبعا، الفول والطعميه والبتنجان والبيض المقلي والحاجات دي كلها. لو انت راجل نايتي مثلا شويه وكول كده وبتاع، جيب بقى الكرواسون والكافيه ماتشا مش عارف ايه واللاتيه والكابتشينو والحاجات دي كلها. يعني ما فيش عيب، انا مش بعيب على حد او بقول حد احسن من حد، لكن انا بتكلم ان انت تصحى من النوم تكبس جوه معدتك اكل، تكبس جوه دماغك معلومات ملهاش لازمه من الفر على الانستجرام او على التيك توك. عقلك نفسه وعينك انت بتغذيها بحاجات غلط اصلا، كل اللي بيدخل لك مجرد تشتيت. فانت بتيجي يعني في اخر اليوم اصلا مصدع، مش قادر تنام، عندك ارق. ليه؟ المخ بيحاول يحلل كل المعلومات اللي دخلت له دي، فهو مشتت، مخك مش قادر يخش في مرحله الديب سليب او النوم العميق، فيبوظ لك هرموناتك. وجس وات اللي يحصل لما هرموناتك تبوظ؟ التستوستيرون بتاعك هيقل. تالت نقطة معانا وهي قلة التلوث الكيميائي. زمان كان في تلوث كيميائي أقل، ولو انت يعني مفكر ان انت عايش حياة كده نظيفة عشان انت مركب فلتر للمية ومشغل التكييف وبتعمل فلتر للهواء، فانت تبقى عبيط يعني. معلش سوري لو طريقة كلامي حادة، بس انا بحب اقول الحقيقة، ما بحبش اشوجر كوت او اجمل الكلام يعني. زمان ما كانش فيه كم البلاستيك، كم الاكل الجاهز زي ما قلنا، كم الحاجات الادويه والمسكنات والعقارات اللي هي العقاقير الطبيه يعني، عقارات الطبيه، كم التطعيمات. ما كانش في كل الحاجات دي زمان. ده انا بتكلم في رينج من 50 ل 100 سنه او 200 سنه، مش كتير يعني جيلين مثلا فايتين، فاهمين قصدي؟ فتلاقي ان يعني حاليا انت بقى عندك حاجه اسمها اندوكراين ديسربتورز. اندوكراين يعني غدد او غدد صماء اللي بتفرز هرمونات في جسمك، هرمون التستوستيرون، البرولاكتين، الاستروجين، اوكسيتوسين، هرمونات السعاده بقى، الدوبامين وكل الحاجات دي. دلوقتي بقى في حاجات بتعمل فيها خلل، زي ايه؟ زي قله النوم، زي كميه البلاستيك اللي قلنا عليها اللي بيبقى موجود في الاطباق بتاعه الفاست فود، زي الميه. يعني زمان كانت الناس بتشرب من الترع ومن النيل او بتشرب من مياه الجوفيه بقى، الابار والحاجات دي. دلوقتي بقينا كلنا معتمدين على ازايز بلاستيك. البلاستيك اصلا ماده سامه، يعني من المواد اللي بنسميها كارسينوجينيك. كارسينوجينيك يعني ممكن سرطان بمختلف انواعه كتير. فتخيل البلاستيك ده لوحده كده سام. تخيل بقى انت بتحط فيه اكل سخن مزيت، عليه دهون، حلويات، على كنافه سايحه، عليها كريمه مش عارف ايه، عليها صوص ايه، تدخل جسمك حاجه تبوظ لك هرموناته. وسكر كتير جدا يبوظ لك البنكرياس ومعدل السكر في الدم. سعرات كتيره قوي قوي جسمك مش هيقدر يحرقها لانك معظم الوقت قاعد زي ما قلنا، ما بتتحركش وما بتتمرنش، فهتتخزن على شكل دهون. فانت بتدخل لجسمك روشته كامله متكامله من الامراض. وبعد كده بقى تروح للدكاتره وتفضل تصرف فلوسك. يعني صرفت فلوسك مرتين، مره على الحاجه اللي سببت لك الامراض سواء من الاكل الجاهز او السكريات الكتير او الكلام من ده، عكعكه في الاكل يعني، وتصرف فلوسك في حته بقى الدكاتره والكشف والمسكنات والادويه والروشتات والحاجات دي كلها. فانت كده صرفت فلوسك مرتين. ده ملوش اي معنى غير انه تصرف غبي.
الناس في الكافيه مشغلين لي فيروز وبيروقوا عليا. اتمنى بس يكون الصوت واضح، ما بقاش بصور كل ده على الفاضي. رابع حاجه بتقلل التستوستيرون عند الشباب او عند الرجاله عن الاجيال القديمه، فكره التوتر المزمن. زمان مثلا اهالينا كانوا بيتوتروا بس اوقات الحروب، اوقات ظهور مرض جديد، زي مثلا حصل معانا في 2020 انفلونزا الطيور، الخنازير، الحاجات اللي طلعت دي. لكن احنا حاليا متوترين 24 ساعه من اصوات ضوضاء، كلاكسات، من موبايلات ماسكينها في ايدينا على طول بتطلع جاما ريز وبتطلع بلو ريز او اشعات زرقاء، بتعمل لك خلل اصلا في عقلك وفي افكارك، وبتخليك مش قادر تركز. يعني هو مجال كهرومغناطيسي كده حواليك بيوترك، غير طبعا الواي فاي لو انت نايم مثلا جنبك اللاب وجنبك التابلت والموبايل مش عاملهم على الايربلين مود، ده بيطلع كهرباء وبيطلع اشعاعات كتير بتاثر على مخك. هتقولي طب يا عم والكلام ده هيفرق معايا في ايه؟ يفرق يا حبيبي، لان المخ والاعصاب والقلب كلهم شغالين بكهرباء. انت لما بعد الشر مثلا يجي لك سكته قلبيه او يجي لك غيبوبه او يجي لك اي حاجه زي كده، بنعمل ايه؟ بنعمل سي بي ار، انعاش للقلب والرئتين. ليه؟ عشان نحاول ان احنا نرجع القلب تاني ان هو ينبض. القلب بيشتغل ازاي لو انا ما قدرتش اعمل لك انعاش؟ والله بناخدك على المستشفى وبيحصل يعني زي شحن كده، شحنه كهربائيه، وبنعملها للمريض. ليه؟ عشان نحيي القلب تاني ونفوقه، بنصدمه بصدمه كهربائيه حرفيا، الكتريك تشوك، عشان يفوق والقلب يرجع ينبض ويبعت دم تاني للمخ عشان المخ يشتغل واعضائك تقدر تشتغل وتقدر تفتح عينيك وتتنفس وهكذا. جسمك واعضائك كلها على بعضها سيستم كامل، يعني ما ينفعش حاجه تشتغل وحاجه تانية تبقى بايظه. انت بس عندك جزء قد كده في البطن اسمه البنكرياس، لما بيبوظ سكرك كله بيتبهدل وتلاقي عينيك زغللت وجالك ميه زرقاء وميه خضراء وميه مش عارف بنفسجي. وتلاقي ان انت هبطان، وشويه تلاقي نفسك ايدك بترتعش وبتعرق. عضو قد كده، يعني انت متخيل؟ حبيت بس اثبت لكم النقطه دي سريعا كده. حاليا احنا كم المقارنات اصلا على السوشيال ميديا، والناس اللي بتطلع اللي جاب مليون دولار في يوم، واللي اشترى لامبورجيني، واللي اشترى فيلا واتجوز، واللي خطب، واللي سافر، واللي راح، واللي جه، واللي عمل فورمه ترانسفورميشنز بقى وبتاع، وانت تقعد تقارن نفسك كده وانت بتقلب، انت عمال تقلب في سلسله لا نهائيه من الانجازات. طيب هل انت هتقدر تعمل كل الانجازات اللي انت شفتها دي في حياتك؟ غالبا لا. ليه؟ لان عندك سبب او مجموعه من الاسباب او ظروف عائليه او مشاكل ماديه هتمنعك من انت تقدر تعيش اللايف ستايل ده او تحقق الانجاز ده. فانت ليه بتطلق بصرك وتشوف حاجات انت مش هتقدر تحققها؟ وده اصلا مفهوم اساسي من مفاهيم الاسلام، وهي غض البصر. انت تغض بصرك مش عن جسم المرأة بس، شهوة بقى والكلام ده، لا، تغض بصرك عن مال غيرك، عن عورة غيرك، عن ظروف غيرك، عن انجازات غيرك. غض بصرك، خليك مركز في نفسك وبس، هتلاقي حياتك احسن، هرموناتك احسن، والتستوستيرون بتاعك كمان احسن. خامس واخر نقطة بتخلي الاجيال القديمة التستوستيرون عندهم اعلى من التستوستيرون عند الرجالة حاليا، قلة السمنة. ناس هتقول لي ازاي؟ ده زمان الناس كانت تخينه، زمان الناس كان جسمها مش متناسق، زمان الناس جسمها ما كانش حلو. هو انت مقارنه بدلوقتي الناس الانهانسد ب enhancing performing drugs او ادويه او عقارات طبيه او عمليات تجميل او فينيرز او تكساس، نحت قوام، نحت الفكين، شفط الدهون، تكميم المعده، تحويل المسار، المؤخره البرازيليه، الفيلر، البوتوكس، زرع الشعر. هل انت بتقارن شخص عمل كل العمليات دي بشخص زمان اصلا مش فارق معاه وباله رايق، بيصحى ياكل اللي قدامه واكله كله طبيعي واورجانيك وفريش، يصحى يروح يتمشى لحد الشغل ويشم هوا نظيف، عربيات اقل، طيارات اقل، قطارات اقل، كل حاجه اقل، تعداد سكاني اصلا اقل. يعني تعداد البشر دلوقتي 8 مليار بني ادم، زمان مثلا ما كانش يكمل مليار ونص ولا 2 مليار بني ادم في الكوكب كله. تخيل دلوقتي الكوكب شايل 4 اضعاف عدد السكان اللي فيه. السكان كبشر، ما كلمتكش على عوادم السيارات، ما كلمتكش على الباخرات، على طيارات، ما كلمتكش على الحروب، الحيوانات اللي انقرضت والخلل اللي في الايكو سيستم. فانت متخيل ان كل الحاجات دي عوامل بتفرق في ازاي الراجل زمان كان عايش عيشة رايقة ومزاجه عالي، غير دلوقتي. دلوقتي انت مزاجك مش هيعلى غير بمخدرات، نيكوتين، كافيين، كيمياء، حرفيا كيمياء. اي اين بقى، امفيتامين، كيتامين، اي اين كده، كيمياء على طول بتأثر في الدماغ. خلينا واقعيين، سمنة عامل من العوامل اصلا اللي بيفرق جدا في التستوستيرون بتاعك، لان كل ما نسبة دهونك ما بتعلى، ده بيبقى علاقة طردية
بنسبه الاستروجين، لان الخلايا الدهنيه او الفاتي سيلز او الفات سيلز اصلا بتبروموت الاستروجين والبروجستيرون برودكشن او انتاج هرمونات الانوثه، وعلى علاقه عكسيه مع التستوستيرون. يعني انت كل ما دهونك ما زادت كل ما التستوستيرون بتاعك قل، فالتستوستيرون قل لان دهونك زايده، فمشاكل جنسيه، فضعف في الرغبه، ثقه اقل، موتيفيشن وحافز اقل، تصحى من النوم مقريف والى اخره. يعني في النهايه يعني انا ده مش فيديو تشاؤمي ولا سلبي، انا بس بحاول اوضح الاسباب. العاقل بقى واللبيب هو اللي بيفهم، هو اللي يعرف ايه الحاجات اللي بايده ان هو يغيرها في حياته، وايه الحاجات التانية اللي هو مش قادر ان هو يغيرها، يعني يحاول يتكيف معاها قدر الامكان. وللناس المهتمه بالمتابعه والاستشارات معايا، انا بقدم متابعه اونلاين، بساعد الناس ان هي تخس وتوصل لفورمه اللي هي عايزاها. يعني بحاول اسيب اثر قدر الامكان مفيد للناس، ناس من مختلف الفئات العمريه من اول 18 سنه لحد 40، ورجاله وستات. طبعا انا بحافظ على الخصوصيه جدا، وما بحبش ان انا يعني اقعد اماركت بصور الناس، ولكن ممكن اسيب لك كذا فيدباك زي اللي انت هتشوفهم كده دلوقتي عندك. يعني الناس الحمد لله مرضيه، قادر ان انا اسيب اثر كويس في حياتهم. وطبعا انا عندي دايما في شغلي كده مبدا الماني باك جارانتيد، يعني انت لو ما قدرتش توصل اللي انت عايزه في شهر او 3 او 6 على حسب الباقه اللي انت هتختارها معايا، انا هرجع لك فلوسك كلها او جزء منها، يعني على حسب بقى احنا قضينا مع بعض وقت قد ايه. لان يهمني ان انت تكون مرضي، ان انت تكون مبسوط، ان انت لما تقول انا اشتركت مع دكتور عطيه ده فرق في حياتي، ساب لي اثر، حتى بعد ما انا ما سبته وخلصت اشتراك معاه انا لسه مبسوط. فاهمين الفكره؟ انا مش عايزك تفضل مشترك معايا مدى الحياه وتدفع لي فلوس مدى الحياه، لا، انا عايز اغير لك مفاهيم واحط لك خطه وبلان تتمرن بيها، ونظام اكل وفيتامينز وسبلمنتس يبروموت التستوستيرون عندك ويحسن حياتك ويحسن ثقتك بنفسك ونظرتك لنفسك ولجسمك، عشان تبقى بني ادم سعيد جنسيا ماديا معنويا. يعني ده كل اللي انا كنت عايز اقوله لاخواتنا الشباب. لو اتفرجتوا للاخر اتمنى يكون الفيديو عجبكم، سيبوا لي رايكم في الكومنتس واشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.